تعالوا بقى نعرف مع بعض يعني ايه SEO. SEO يعني Search Engine Optimization، تحسين محركات البحث. ده نظام تسويقي ذكي بيساعد شركتك العقارية تظهر قدام العملاء المهتمين بالعقارات. لما بيعملوا ايه بقى؟ لما بيبحثوا على جوجل. يعني باختصار طريقة تخلي عملائك يلاقوا مشروعك العقاري بسهولة وبدون ما تدفع أي مصاريف، مجاني. يعني برضو يعني إيه؟ يعني لما حد يكتب في جوجل شقق للبيع في التجمع الخامس، عقارات العاصمة الإدارية، نظام ال SEO ده أو ترتيب نتائج محركات البحث بيطلع الموقع بتاعك في نتيجة متقدمة في أول صفحة. طيب وده كويس؟ يعني طبعا ده بيخلي العملاء المهتمين اللي عندهم جدية في الشراء يلاقوا مشروعات بسهولة. بيوفر لك تكلفة إعلانات رهيبة لأنه بيفضل موجود فترة طويلة. هو خلي بالك وسيلة جذب للعملاء المهتمين الجديين. ده عميل جدي. طب ليه بقى هو مهم بالنسبة لي أنا كشركة عقارية؟ مهم لأنه بيوصلك لعملاء جاهزين للشراء، بيوفر لك في ميزانية التسويق، بيخلي فيه ثقة أكبر ودافع أكبر للشراء. استهداف دقيق، بيع أكتر. طب معلش، واحدة واحدة بقى كده. وأنا كمكتب عقاري أو كشركة عقارية ليه اهتم بالاس اي او؟ تعالى طيب ناخد مثال لكل حاجه. اولا بتوصل لعملاء جاهزين للشراء. يعني ايه؟ الناس عندها نيه شرائيه فعليه. انا عايز اشتري فهخش اكتب انا عايز شقه في المنطقه الفلانيه، يعني مش مجرد ناس بتتصفح تعمل سكرول سوشيال ميديا. تاني حاجه بتوفر لي في ميزانيه التسويق. مش فاهم يعني مفيش تكلفه اعلانات يوميه. النهارده هنشحن الفيزا بكام عشان عندنا اعلانات هتجيب لنا ايه؟ لا، العملاء بيجوا من غير فلوس. الحملة وقفت فمفيش عملاء. لا، دي نتائج مستمرة على المدى الطويل. ثقة أكبر. يعني إيه ثقة أكبر؟ يعني لما العميل بيشوف شركتك في أول نتائج جوجل بيحس إنها شركة كبيرة ومحترمة. العميل بيثق أصلا في النتائج الطبيعية، ودي آخر إحصائيات جوجل أو آخر التقارير اللي بتتكلم عن النتائج الطبيعية والمدفوعة. العميل بيثق في النتائج الطبيعية أكتر من الإعلانات المدفوعة. أغلب العملاء بيبحثوا عن العقارات على جوجل وبيقارنوا بينها وبين عقارات تانية قبل اتخاذ قرار الشراء. يعني لو أنا لقيتك أساسا حطيتك في المقارنة، هيبقى في دافع للشراء. استهداف دقيق. استهداف دقيق يعني بتظهر للعملاء اللي بيدوروا على عقارات في منطقة ما. هم بيدوروا على احنا عايزين نسكن في التجمع الخامس، عايزين نسكن في مدينة نصر، عايزين نسكن في العاصمة الإدارية. هم بيدوروا في المنطقة دي فلاقوك. يعني هنا هم لاقوك. هنا استهداف دقيق. بتوصل للمهتمين فعلا بمشروعك. خلي بالك بقى معايا ان في احصائيات مهمة جدا عشان تتحمس، وفكرة ان تحسن محركات البحث دي تبقى رقم واحد في دماغك. عايز اقول لك عليها، ودي احصائيات يعني مهمة جدا 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 تساعدك على اتخاذ القرار. خلي بالك ان 93% من التفاعلات على الانترنت بتبدأ بمحرك البحث، لا سيما جوجل. خلي بالك ان 81% من الناس بيبحثوا اونلاين قبل الشراء. قبل قرار الشراء لازم يبحثوا على جوجل. 75% من الناس دي بتكتفي بالنتائج الصفحة الأولى. أنت متخيل؟ يعني مش إنك تبقى موجود في جوجل وبس، لا، ده أنت لازم تبقى موجود ضمن أول 10 نتائج في الصفحة الأولى. 55% بيحبوا يضغطوا على أول 3 نتائج وبيكسلوا. أنت متخيل الوضع ماشي إزاي؟ يعني القصة مش إنك بس يعني تحسن الموقع بتاعك ويبقى موجود في جوجل. لا 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 خالص، ده انت لازم تهتم بأول صفحة في جوجل، أول 10 نتائج. ولازم تبقى عارف إن على الأقل تبقى موجود في أول 5 نتائج. على الأقل أول 5 نتائج في جوجل. طيب معلش بقى، أنا كشركة تسويق عقاري الأرقام اللي أنت بتقولها دي مهمة بالنسبة لي ليه؟ لا، لما تكون عارف إن معظم عملائك المحتملين هيبدأوا رحلة البحث عن العقار من جوجل، وإن كل 3 من كل 4 أشخاص مش هيتعدوا الصفحة الأولى، يبقى لازم أحط في الخطة التسويقية بتاعتي إن أنا أبقى موجود في الصفحة الأولى. دي مش رفاهية، دي ضرورة. ده فهمني بقى، فهمني آلية عمل الاس اي او دي، لأن أنت يعني شديته جامد. يعني الاس اي او ده بيعدي بمراحل إيه والمفروض إن أنا أعمل إيه؟ دول 3 مراحل. مرحلة اسمها زحف كرولينج، مرحلة اسمها فهرسة اندكسنج، مرحلة اسمها ترتيب اللي احنا بنتكلم عليه بقى ان احنا يبقى في اول 5 نتائج. اول حاجة لازم تبقى عارفها
ان جوجل دي زي عناكب كده، روبوتس، بيزور الموقع بتاعك، بيقرا المحتوى اللي انت كاتبه، بيشوف الصور والفيديوهات والتفاصيل عن العقارات، وبعدين يروح لجوجل يقول له انا دخلت موقع عقار ماب ولقيت واحد اتنين تلاتة. لو لقاها كويسة بيخزنها. التخزين ده اسمه اندكسنج، فهرسة. جوجل بيخزن المعلومات عن المشروعات العقارية الجديدة، بيفهم المناطق، بيفهم الأسعار، بيفهم المميزات، بيفهم كل حاجة، ويبدأ كده يعمل لهم تداول ويخزنهم. يبقى العناكب راحت جابت المعلومات، اديتها لجوجل، جوجل قراها قال اه كويسة والله، تعالى بقى نخزنها. تالت حاجة رانكينج، الترتيب. جوجل بقى بياخد من هنا مشروعات، وبياخد من هنا مشروعات، وبياخد من هنا مشروعات، ويبدأ بقى يرتبها حسب الأهمية. اللي واخد معايير ال SEO، الاون بيج والاوف بيج والتكنيكال SEO اللي احنا هنتكلم فيهم باختصار، هو ده اللي هيبقى رقم واحد، وبعدين هيبقى في رقم اتنين ورقم تلاتة وهكذا في الصفحة الأولى. في بس شوية نصايح كده لازم نبقى عارفينها. أي شركة عقارية يعني اولا لازم تركز على الظهور في اول ثلاث نتائج. ليه؟ لان 55% من الناس بيضغطوا عليها. فلازم اي شركة عقارات او تطوير عقاري او بروكرز يبقوا مهتمين جدا بالمعلومة دي، لو مش عايزين يدفعوا فلوس كتير يعني بجوجل ادور. اهتم بتحسين المحتوى بتاعك، صفحات مشاريعك العقارية، الكلمات المفتاحية اللي احنا هناخدوها جوه الكورس ده، لازم تهتم بكل ده عشان تاخد ترتيب. انشئ محتوى قوي عن كل منطقة ومشروعاتها، خدماتها، بتقدم ايه، ليه تسكن في التجمع الخامس، ليه تسكن في المعادي الجديدة، ليه تسكن في المقطم، ليه تسكن في العاصمة الإدارية، عشان في ايه. انشئ محتوى يجذب ويشد الناس. استخدم صور كواليتي عالي، ومساحتها مش كبيرة. حط فيديوهات حلوة تشد الناس. حط وصف تفصيلي لمشروعك فيه كل التفاصيل. كل ده هيساعدك في مرحلة الرانكينج أو الترتيب. الخلاصة بقى إن ال SEO ده مش مجرد تقنية، ده استثمار طويل المدى هيخليك تظهر قدام 93% من عملائك المحتملين في أي لحظة. وأنت نايم بالليل تصحى الصبح تلاقي ثلاث استفسارات فيلل، ثلاث استفسارات محلات تجارية، ثلاث استفسارات لشقق وحدات سكنية. لو انت نايم 24 ساعة شغال ما بيقفش. طالما بقى عندنا 81% من الناس بتبحث اونلاين قبل ما يشتري اي عقار او فيلا وبيقعد يقارن، انت لازم تكون موجود، لازم تكون موجود جوه المقارنة دي. طب هبقى موجود ازاي؟ يا اما موجود بفلوس 24 ساعة، يا اما موجود اورجانيك عن طريق الاس اي او 24 ساعة. اختار انت بقى، عايز تدفع فلوس 24 ساعة او عايز تستخدم الاس اي او تبقى موجود 24 ساعه من غير ما تدفع فلوس وتبيع كتير. ده بيخليني اعمل لك مقارنه ما بين الاس اي او والبي بي سي، البي بير كليك، الاعلانات المدفوعه. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن تحسين محركات البحث، هنقول ظهور طبيعي في نتائج البحث ما بدفعلوش فلوس، زيارات متزايده للموقع مع الوقت، نتائج طويله المدى ومستمره، مش وقت ما الفلوس ما تخلص الحمله تقف، سهوله في التحديث والتطوير، بناء اسم تجاري قوي. طبعا طالما اسمك موجود ليل نهار الناس هتقراه كتير، هيبقى هتسمع الاسم التجاري بتاعك. تحسين الظهور والانتشار العام، ده بالنسبه للاورجانيك. سريعا بالنسبه للبي بي سي، ظهور فوري في اعلى نتائج جوجل، طبعا طالما بدفع. نتائج مبيعات سريعه، اعداد سريع للحمله في دقائق تكون الحمله معموله. غير الاس اي او ممكن يقعد مثلا حوالي شهر ونص لشهرين عشان تبقى في السطر الاول او الثاني. بتستهدف عملاء جاهزين للشراء فعلا، الناس واخده قرار الشراء ودخلت لقيتك فهتشتري على طول. بتدفع فقط لما العميل يضغط. العميل ضغط هدفع فلوس. طبعا بيبقى في تحسن المبيعات في وقت قصير. حملات جوجل ادورد على قد ما انت ما بتصرف على قد ما بتجيب لك مبيعات. تعمل اعلان لمده اسبوع، لمده 10 ايام، في ال 10 ايام هيبقى عندك خمس عملاء او 10 عملاء محتملين، اكيد فريق المبيعات هيقفل لك بيعه منهم. طب ما تيجي تلخص لنا بقى زي ما انت ما متعود كده، تشرح وبعدين تقول مثال في الاخر عشان نفهم الدنيا فيها ايه. ولا حاجه. البي بي سي دي نتائج سريعه بتكلفه مستمره، ادفع فلوس كتير وهتلاقي نتائج حلوه. واحنا في العقارات عارفين البيعه بتبقى عامله ازاي او العموله بتبقى عامله ازاي، فادفع. الاس اي او ده استثمار طويل المدى بتكلفه لا تذكر، تكلفه قليله جدا. يعني لو عندي مشروع عقاري جديد اعمل ايه؟ عندي لونش،
لا، عندك مشروع عقاري جديد، استخدم البي بي سي. هتعمل استفسارات سريعة، جذب واكتساب عملاء. لكن بعد كده اعمل بقى اس اي او للمشروع، قوي المشروع ده بالاس اي او عشان تضمن استمرارية الظهور. يبقى انا في الاول بستخدم البي بي سي، وبعدين بشتغل على الاس اي او، بحيث ان انا اول شهرين المشروع جبت منه مبيعات، لكن انا خلال الشهرين شغال اس اي او عشان لما اوقف حملات بعد الشهرين يفضل المشروع يجيب لي استفسارات. يبقى انا كشركه عقاريه هستخدم الاثنين مع بعض، اس اي او والبي بي سي اللي هم احنا بنسميهم اس اي ام، سيرش انجن ماركتنج. هبدا بالبي بي سي للحصول على عملاء فوريين. هستمر في الاس اي او عشان المدى الطويل. خلي 60% من ميزانيتك للاس اي او، وخليها في المرحله الثانيه، واستثمر 40% في البي بي سي اول ما يقولوا فيه لونش او اول ما يبقى فيه مشروع جديد. خلاص كده انت الاس اي او باختصار هتحتاجه عشان تقلل مصاريف الاعلانات التقليديه سواء على السوشيال ميديا او على جوجل ادورد. هتزود فرص البيع بتكلفه اقل، وده احنا بنحتاجه في الشتاء. في النون سيزون بنحتاج الاس اي او مرحله شهر 11 لغايه شهر 3 شهر 4. بنشتغل على الاس اي او. كل اللي بيعمل بلان بيحط ويستثمر عشان الخمس شهور دول بيشتغل فيهم اس اي او. التفوق على المنافسين في السوق، هم بيصرفوا فلوس وانا بيجي لي عملاء من غير مصرف خالص، وبدخر الفلوس دي لما يبقى في مشروع انزل بيها مره واحده اجيب عملاء سريعه. بالنسبه للمشروعات دي هتبني ثقه كبيره لما كل شويه العملاء يخشوا يلاقوا اسم الشركه بتاعك في المشروع الفلاني وهنا 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 وهنا. ده هيدي ثقه وبراند، وهيكبر من الاسم التجاري. يا رب اكون وضحت الفكره ليه الاس اي او مهم جدا بالنسبه للشركات العقاريه.